السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا ازاي نرسم الوجه اللي موجود معانا هنا، وازاي نعمل ماسك لحركة من العين. والنهاردة بإذن الله هنتكلم ازاي نعمل قفلة العين. طيب، عشان نعرف ازاي نعمل قفلة العين، دلوقتي انا مش طبيعي ان انا كل ما احب اقفل العين اللي موجودة معايا هنا ان انا هنقل على اللاير الخاص بالعين واقعد اقفل العين بالشكل ده. يبقى انا دلوقتي كل ما احب اقفل العين مش طبيعي ان انا اقعد اعمل مفاتيح لقفل العين كده بشكل يدوي. في حاجة جديدة معانا النهاردة اسمها الأكشن. الأكشن عبارة إن أنا بعمل عظمة وبحفظ فيها حاجة معينة، وليكن العظمة دي هحفظ فيها قفلة العين، وبمجرد إن أنا أحرك العظمة فأنا كده بشكل يدوي قفلت العين. طب تعالوا نشوفها بشكل أوضح. همسح المفاتيح دي. أول حاجة من قائمة ويندوز هفعل معايا أوبشن أكشن. هنلاقي القائمة الصغيرة كده ظهرت معايا. دلوقتي عشان أعمل أكشن أحفظ فيه حركة قفل العين، أول حاجة وأنا واقف على اللاير الأساسي للوجه هانشئ عظمة. العظمة دي وليكن ممكن تكون مرتبطة بالعظمة الأساسية للوجه. هاضغط Alt واضغط على العظمة دي وانشئ عظمة بالشكل ده. العظمة دي ممكن أسميها وليكن Closed Eyes، يعني قفل العين. وممكن كمان ألغي المجال المغناطيسي الخاصة بالعظمة دي. أرجع تاني. لو أنا دلوقتي عايز أفتكر اسم العظمة ممكن أظهر اسمها من Show Label، وممكن كمان أخلي العظمة باللون الأزرق للتوضيح. وكمان ممكن أفعل حدود لحركة العظمة اللي موجودة معايا هنا. من هنا هافعّل أول option ييجي معايا، وأقدر هنا أتحكّم في القِيَم. ممكن أخلّي القيمة هنا وليكن 45 وأخلّي القيمة هنا 0. القيم اللي أنا فعّلتها دي دلوقتي حركة العظمة هتكون داخل المجال ده بس، مهما أروح والّا آجي هي العظمة بتتحرك داخل الحيز اللي أنا محدّده هنا، لا هتزيد ولا هتقِل. كده أنا عملت العظمة اللي مسؤولة عن قفل العين. إزاي دلوقتي أحفظ حركة قفل العين داخل العظمة اللي موجودة معايا هنا؟ عايزك تلاحظ أول حاجة معايا إن أنت لازم تكون عامل selection على العظمة الخاصة بقفل العين. ومن قائمة actions هاختار على الأوبشن ده. هتلاحظ إنه بيعمل لك أكشن جديد بنفس اسم العظمة اللي أنت مسميها. أنا دلوقتي مسمي العظمة اللي موجودة معايا closed eyes، عمل لي الأكشن هنا closed eyes. خلي بالك لو أنا مش عامل selection على العظمة وجيت أعمل أكشن جديد هتلاقي مش مسمي معاك اسم العظمة. يبقى أول حاجة معاك لازم تكون عامل selection على العظمة، واختار new action وهضغط OK. هلاحظ إن هنا ظهر لي التايم لاين بشكل أزرق. ده مش التايم لاين الأساسي، ده زي تايم لاين فرعي أنت بتحفظ فيه الحركة اللي أنت عايزها. يعني أنا دلوقتي هاحفظ الحركة في تايم لاين فرعي، ولما أحتاج هادخلها في التايم لاين الأساسي هتكون عن طريق العظمة اللي أنا عملت لها إنشاء دي. دلوقتي أنا في التايم لاين الفرعي. أول خطوة وليكن إن أنا هعمل حركة قفل العين عند الفريم رقم 48. يبقى هاجي عند الفريم رقم 48 وهغير العظمة اللي موجودة معايا كده، أنا حركتها بالشكل ده. تاني حاجة هاروح للlayer اللي فيه العين، وأبدأ وأنا واقف على نفس الفريم اللي هو 48 إن أنا أقفل العين بشكل يدوي. يبقى أنا هاقفل العين لمرّة واحدة بس، وبعد كده لمّا أحتاج أقفلها، هاقفلها من خلال العظمة اللي أنا حفظت فيها الأكشن ده. هابدأ أقفل العين بالشكل ده. باضغط وأسحب للنقاط. تعالوا كده بقى نشوف الحركة. تمام، بس ممكن تيجي هنا وتحتاج تتضبط شوية. أنا مشيت الحركة frame عشان أشوف فيها مشكلة والّا لأ. باعمل تعديلات بسيطة. هابدأ أمشي الحركة frame تاني.
تمام كده. طب أنا عايز أرجع للتايم لاين الأساسي اللي أنا شغال عليه. هنا من قائمة أكشن هتلاقي مين لاين، هضغط عليها ضغطتين هلاقيه يرجع لي للتايم لاين الأساسي بتاعي. هقف على اللاير الأساسي وتعالوا كده نجاوب حركة العظمة اللي موجودة معانا هتقفل العينين ولا لأ. وليكن هقف على الفريم رقم 24 وأجي أجرب بالشكل ده، هتلاقي الحركة معاك بقت تمام. يبقى أنا دلوقتي وليكن هنشئ مفتاح هنا للعظمة دي، وهنشئ مفتاح لقفلة العين، وبعد كده هفتح العين تاني بالشكل ده. أي محتاج أقفل العين في أي مكان، بمجرد إن أنا أنشئ أول حاجة مفتاح للعظمة، وبعد كده أقفل العين بإن أنا أحرك العظمة. دي أول استخدام من استخدامات الأكشن اللي موجودة معانا، اللي أنت ممكن تستخدمه إن أنت تعمل حركة تنفس للجسم، تقفل العين، تحرك نن العين. لو أنا دلوقتي عايز أحرك نن العين تعالوا كده نشوف نحرك إزاي. أنا دلوقتي في ناس وهي شغالة ممكن يحرك نن العين من العظمة اللي إحنا أنشأناها كده يمين وشمال، وفي حد تاني يقول لك لا والله أنا عايز أعمل إنشاء لعظمة تانية زي عظمة قفلة العين كده تسهل معايا الشغل. أنت دلوقتي تشوف الطريقة والأريح معاك ممكن تستخدمه عادي. نفس الفكرة، أول حاجة هانشئ عظمة جديدة تكون مرتبطة بالعظمة الأساسية للوجه، وهلغي المجال المغناطيسي الخاص بيها. تاني حاجة ممكن نسميها نن موف، يعني حركة نن العين، ونلونها أي لون تاني وليكن اللون الأخضر، ونعمل شو ليبل عشان نظهر اسم العظمة عشان ما نتلخبطش بين العظام اللي موجودة معانا. وممكن نفعل حدود للعظمة نخليها وليكن -45 و45 عشان قلنا الحركة بتاع العظمة ما تتحركش زيادة أو أقل من كده. أول حاجة هنعمل سيلكشن على العظمة، ومن قائمة أكشن هنعمل نيو أكشن. اتفقنا إن أول ما هنعمل نيو أكشن هيظهر نفس اسم العظمة اللي موجود معانا، واضغط أوكي، وليكن هقف على الفريم 48 وأبدأ أحرك العظمة دي. يبقى أنت كده عملت الأكشن الأساسي معاك. دلوقتي شوف أنت عايز تحفظ إيه جوه الأكشن اللي موجود معاك هنا. والله أنا عايز أحفظ حركة نن العين، يبقى أنا أقدر من هنا إن أنا أحرك نن العين كده. يبقى أنت كده حفظت الحركة بتاع نن العين جوه العظمة دي. هرجع للمين تايم لاين وأجرب. أول ما أحرك العظمة دي كده يمين، شوف نن العين بقى بيتحرك معاك على طول. ومفيش مشكلة برضه لو أنت استخدمت نن العين وحركته من هنا، تمام؟ لو أنا دلوقتي عايز أحرك نن العين الجنب التاني، هعمل سيلكشن على نفس العظمة وأعمل نيو أكشن. الفكرة إن أنت تحرك العظمة الجنب المعاكس، لأن أنت عامل أكشن في الجنب اليمين، ما ينفعش إن أنت تعمل 2 أكشن على جنب واحد. أنا دلوقتي عملت حركة نن العين في الجنب اليمين لما حركت العظمة يمين، دلوقتي عايز أعمل الحركة بالجنب المعاكس، هحرك العظمة شمال عشان يحفظ الأكشن على الجنب ده، وأبدأ أحرك نن العين اللي موجود معايا هنا بالشكل ده. تعالوا نرجع للتايم لاين ونبدأ نجاوب الحركة معانا. تمام كده، يبقى أنا حركت نن العين شمال وممكن أحركه يمين بالعظمة دي. يبقى أظن كده فكرة الأكشن بقت واضحة إلى حد ما. الأكشن عبارة عن إن أنا دلوقتي بحفظ جواه حركة معينة، بيمشي عين أو عدل جواه أي حاجة وبتفضل محفوظة معايا. بمجرد إن أنا بحرك العظمة المسؤولة عن الأكشن دي فهي بتنفذ لي بشكل تلقائي الأكشن اللي موجود جواه. أنا ممكن أستخدم الأكشن ده في حاجة تالتة خالص، وليكن أنا أنشأت شخصية بالشكل ده وجيت أحرك الإيد، هقف بس على الفريم رقم 1 وجيت أحرك الإيد بتاع الشخصية. شوف دلوقتي الشكل اللي موجود قدامك ده ما ينفعش يطلع في الفيديو، ما ينفعش الشخصية لما تحرك إيدها تكون بالشكل البايظ ده. أنا ممكن أستخدم الأكشن عشان أعدل الشكل ده. تعالوا كده نشوف هنعدلها إزاي، مع إن أقدر من الأول إن أنا كنت أرسم الشخصية بطريقة تانية ما توصلنيش للمشكلة دي، وإن شاء الله دي هنشرحها في الفيديوهات اللي جاية. تعالوا بقى دلوقتي نشوف هنعدل الإيد بتاع الشخصية إزاي. أول حاجة اتفقنا عليها نفس الفكرة تماما مفيش اختلاف، هعمل سيلكشن على العظمة بتاع الأكشن اللي أنا عايز أعمل له تعديل، ومن نيو أكشن هتلاقيه هنا عمل لك أكشن بنفس اسم العظمة. اسم العظمة هعرف منين؟ موجود معاك في المستطيل اللي موجود معاك هنا B5، هو عمل لك أكشن باسم B5. تعالوا كده
نقف عند الفريم 48 وأبدأ أجرب أحرك إيد الشخصية كده. كده هنلاحظ إن الإيد بايظة معانا. دلوقتي هتنقل لللاير اللي مرسوم عليه إيد الشخصية وأبدأ أعدل النقاط اللي موجودة معايا كده بشكل يدوي زي ما أنا عايز بقى. الشخصية دي أنا كنت راسمها زمان، هتلاقي فيه أخطاء كتيرة في الرسم. كده وليكن أنا عدلت حركة الإيد وظبطت النقاط على الشكل الجديد اللي أنا عايزه. هرجع للمين تايم لاين بإن أنا أقف هنا وأضغط مرتين وأبدأ أجرب حركة العظمة اللي موجودة معايا كده. هقف على اللاير الأساسي للشخصية وأبدأ أحرك العظمة وأجرب كده. شوف دلوقتي الفرق. أنت من مجرد أكشن بسيط وتعديل في أماكن النقاط حولت إيد الشخصية بإن إنها هي الأول كانت بتتحرك كده، كانت بايظة بالشكل ده، بإيد متعدلة كده. طب لو أنا عايز أعدل حركة الإيد في الجنب المعاكس، نفس الفكرة. نيو أكشن، هتلاقي بنفس اسم العظمة بس ضاف لك رقم 2 لأن ده أكشن رقم 2. وأحرك الإيد كده تحت وأتنقل على لير الدراع وأبدأ أعدل أماكن النقاط نفس الفكرة. تمام. أظن كده لحد ما بقت كويس. هرجع للمين تايم لاين ونبدأ نجرب حركة العظمة. شوف دلوقتي حركة العظمة لتحت أو لفوق. أظن الفرق بقى واضح، مش محتاج إن أنا أتكلم. يبقى أنت كده استخدمت الأكشن اللي موجود معاك إن أنت تعمل حركة قفل العين، أو أنت تعمل حركة نن العين، أو أنت تعدل حاجات في حركة الشخصية اللي موجودة معاك. ده استخدامات بسيطة للأكشن. أي حركة باحب أحفظها بادخّلها جوّه الأكشن وبعد كده أقدر أدخّلها جوّه التايم لاين بتاعي الأساسي، ما فيش أي مشكلة خالص. وكده إن شاء الله نكون وصلنا لنهاية الحلقة اللي موجودة معانا النهارده. أتمنى يكون الشرح سلس وسهل وبسيط، ولو في أي أسئلة فأنا معاكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.